السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد، وصفة اليوم ان شاء الله ميني تشيز كيك فردي، كيجي كريمي وكيجي لذيذ بواحد الطبقة لامعة. نتمنى تجربوه ان شاء الله، واكيد الى عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاصدقاء، وكيجي بكمية وفيرة. مروا المقادير والطريقة. 200 غرام من البسكوي، اي نوع ممكن تستعملوا، لكم الاختيار. وناخذ هشوار وغادي نطحن البسكوي. ونضيف له 7 غرام من الكاكاو، ممكن تستغنوا عليه. بعد ما طحنته بهذا الشكل، وبالزبده عندي 100 غرام. ناخذ اناء ونوضع البسكوت، ونضيف الزبده المذابه على بودره البسكوي، ونخلطوا المكونات حتى كيترملوا جيدا. هذا هو القوام ديالو، كيجي مرمل حتى كيبقى كيتجمع بين اليدين. غناخذ مول ديال المادلين ونوضع قوالب اي نوع ممكن تستعملوا. ناخذ الكاس وكنوضعو بهذه الطريقه هذه، كنحصلوا على واحد الطبقه مستويه. داكشي علاش خصنا نعمرو الملعقه. هذه هي الطبقه الاولى. غنوضعها في المجمد ونخليها حتى تبرد ونوجدوا الكريمه. استعملت 200 ملي من الكريمه السائله، ممكن تستعملوا كريم شونتي مع الماء البارد او الحليب. طلعها هذا هو القوام ديال الكريم بعد ما طلعته. خديت 200 غرام من الجبن كريمي، اي نوع ممكن تستعملوه. ونضيف الكريمه اللي خفقت معكم. هذا هو القوام ديالها. ممكن تضيفوا 3 ديال الملعقات ديال السكر. انا بالنسبه للكريمه راه عندي حلوه، فغادي نستغنى على السكر. بالنسبه لهاد الكميه كتعطينا تشيز كيك بحجم عائلي ولا فردي. بالنسبه ليا خرجت لي 15 قطعه. هذا هو القوام ديال الخليط. خديت الكريمه وضعتها في البوش، وكنستعمل الطبقه الثانيه. ممكن تستعملوا غير الملعقه. جربوهم كيجيو لذاذ، انا اكيده اذا جربتوهم ما غتستغناوش عليهم، وفي نفس الوقت كيتباعوا بثمن عالي. لذا من الاحسن نوجدوهم في الدار ونعرفوا راسنا اشنو كنوجدوا، وكيوجدوا بسرعه. كناخذ الملعقه وكنقاد الوجه ديال الكيك بهذا الشكل حتى كيستوى، باش نضيف له طبقه ثالثه. خديت 50 غرام من الشوكولاته السوداء، وكنضيف عليها نص كأس من الكريمه السائله، ونوضعهم في ميكرووند ولا حمام مائي
كنحصل على هاد كاناش وكنوضعو كطبقه ثالثه. ممكن تستعملوا كريم كراميل، ليكم الاختيار، التزيين كيبقى حسب الرغبه. هاد الطبقه هذه كتجي لامعه وكتعطي واحد المنظر مزيون. استعملت الكريم كراميل اللي استعملته معكم ذوب. بالنسبه للتزيين استعملت كريات جوز الهند الكوك مع الحليب المركز فيتالي اللي استعملته معكم. غترجعوا الفيديوهات لي ستوري وغادي تلقاوهم مكونات سهله وبسيطه. وضفت بعض اللمسات من الكريم كراميل اللي عندي مذوب، خديت بوش وزينت. التزيين كيبقى حسب الرغبه. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى تجربوها، كتجي رائعه. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك. الله يجازيكم بخير. نتمنى وصفاتي تكون كتعجبكم. ودمتم في رعايه الله والى الملتقى.